مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأوفياء، في هذا الخبر العاجل كشف مصدر في الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأن اللجنة التي جرى تعينها من قبل رئيس الهيئة وليد صافي، وهي المكلفة بمهمة اختيار مدرب جديد للخضر، قامت بدراسة حوالي 50 سيرة ذاتية لمدربين ومن مختلف الجنسيات، وهذا خلال اجتماعها الأول الذي جرى الخميس. وتفيد المعلومات نفسها بأن اللجنة استقرت على اسم المدرب الذي سيكون خليفة لجمال بلماضي في تدريب المنتخب الجزائري، ويتعلق الأمر بالبرتغالي كارلوس كيروش الأوفر حظا لتولي منصب مدرب المنتخب الجزائري، الذي تفوق على خيار البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للعديد من الأسباب، أهمها الجانب المالي. ومن المنتظر أن يشرع وليد صافي المفاوضات مع كيروش في الأيام القادمة لترسيم تعيينه ناخبا جديدا. وفي خبر آخر، كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري اتخذ خطوة جديدة في نزاعه مع الاتحاد الجزائري للعبة بعدما تمت إقالته بعد الخروج المذل للخضر من الدور الأول لكأس إفريقيا كوديفار 2023، والتي توج بها المنتخب الإيفواري. ووفقا للتقارير الصحفية الجزائرية، فإن بلماضي رد على الإشعار المرسل له من قبل الاتحاد الجزائري الذي يرأسه وليد صادي يوم 4 فبراير الجاري، وطالب الحصول على جميع مستحقاته إلى غاية نهاية عقده، أي حتى نهاية دجنبر 2026. وأوضحت المصادر ذاتها أن بلماضي يريد الحصول على جميع مستحقاته ورواتبه المقدر عددها ب35 شهرا، أي من شهر فبراير الجاري إلى غاية نهاية موعد عقده. وفي حال عدم ختام، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.